ويا اهلا وسهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما مبسوطين. وحشتوني جدا جدا جدا. جيت لكم فيديو جديد. يلا بقى شجعوني باللايك القمر بتاعتكم. انا اهو جيت لكم فيديو يعني على طول بعد الفيديو اللي فات، ما تاخرتش عليكم زي ما وعدتكم، بس يا رب يا رب استمر على كده. ولو فيكم حد بقى اول مره بيشوف القناه وعجبته، طبعا يشرفني وينورني انك تنضمي لينا وتبقي اخت من اخواتي. دوسي على كلمه اشتراك اللي هتلاقيها باللون الاحمر تحت الفيديو، وكمان دوسي على رمز الجرس وكلمه الكل، علشان دول هيخلوا اشعار يوصلك اول ما انزل اي فيديو جديد وتقدري تشوفيه بكل سهوله. واكتبي لي كومنت قمر زيك وقولي لي انك مشتركه جديده معانا في القناه علشان اعرف وارحب بيكم. حبايب قلبي بقى، ما ينسوش الكومنتات اللي انا ببقى خلاص هتجنن واخلص الفيديو والفيديو ينزل عشان اشوفها ونقعد ايه نرغي مع بعض كده في الكومنتات. يلا بينا بقى مع بعض على الفيديو نشوف بنعمل ايه. اول حاجه جيت لكم بيها هي الفطار. اليوم ده كان جوزي اجازه والولاد طبعا كلنا عارفين خلاص اخدنا الاجازات الحمد لله. فقلنا نفطر ايه، فطار يعني شويه متين. نعمل طعميه. الطعميه انا بحب جدا اجيبها عجينه واقليها في البيت. يعني بقول برضو الزيت في البيت نظيف وانا ضمناه، عكس زيت بره مش عارفه، يعني انا بحس ان هو بيتقلي فيه 5000 مره، فالواحد مش ناقص. المهم كمان عشان انا بحب اكسر فيها بيض زي ما انتوا شفتوا، انا كنت جايبه كيسين طعميه فكسرت فيهم بيضتين. البيض بيديها طعم حلو قوي قوي، وبتبقى هشه، بتحسي ان الطعميه وانت بتاكليها هشه وجميله. انا بعشقها بالبيض. واحنا يا جماعه من نوع الناس اللي بتحب جدا اكله الطعميه والطماطم في العيش الفينو. بس في الوقت ده كان فطار، فقلنا لا احنا عايزين نفطر عيش بلدي كده من بتاعنا. وقطعت بقى طماطم وخيار وكده، فقلت بقى كده ايه اقليهم في الطاسه دي. الطاسه دي على فكره انا مخليها للقلي بس، يعني بقلي فيها الحاجات دي مثلا طعميه سمك مش عارفه ايه، لان هي كانت تيفال واتجرحت، فطبعا اكيد مش بعمل فيها اي حاجه غير ان انا بقلي فيها. بس انا محتفظه بيها ليه بقلي فيها؟ لان هي من النوع اللي هي كانت الالومنيوم بتاعتها تقيله. هي كانت تيفال بس الالومنيوم بتبقى اصلها الومنيوم، كانت تقيله. فلما بتيجي تقلي فيها اي حاجه بقى بانيه ولا طعميه سمك بتديها حقها ومش بتحرقها، عكس الطاسات الخفيفه اللي هي بتلاقيها لسعت الحاجه وحرقتها بسرعه. بس كده خلاص بقى خلصت التحمير بتاع الطعميه. وقلت بقى ايه نقعد مع بعض كده ونفطر. في الاول انا كنت بعمل الطعميه على ايه، لو تاخدوا بالكم انا كنت قافله الازاز بتاع البوتاجاز عشان لو حد سالني. انا لما بخلص اصلا تنظيف المطبخ بالليل طبيعتي بقفل كده الازاز بتاع البوتاجاز وبمسحه كويس وخلاص، انا كده بحس ان انا من جوايا خلاص كده المطبخ نظيف. عشان كده كتير قوي لما بدخل الصبح اعمل الفطار تلاقوني اعمل الفطار على على الازاز بتاع البوتاجاز ده، وبعد كده بمسحه. مثلا لو سندوتشات جبن او حاجه اعملها فوق الازاز بتاع البوتاجاز مثلا. هنا كسرت البيض ومش عارفه ايه فوق الازاز، فبس عشان لو حد قال لي انت بتعملي يعني وهو ده ايه اللي انت بتعملي عليه ده. هنا بقى قطعت كده خيار وطماطم وقمر كده قمر. وكنا خلاص بقى حطينا الفطار وقلنا نفطر والحمد لله. بعدها بقى عملنا ايه بعدها؟ يعني بصوا يا جماعه، في كده قوانين عندي انا. مثلا لو هفطر آه جبن والكلام ده كله، سندوتشات جبن وكده، يبقى معاها بعدها شاي بلبن. خلاص كده. في قانون تاني ان اكله زي كده او فول او طماطم او فلافل، انا مش عارفه انتوا بتسموها ايه، بعدها شاي ساده كده، كوبايه شاي متينه تظبط الدماغ. ومثلا اكلات زي الفسيخ برضو بعدها شاي، ما ينفعش غير شاي. بالمناسبه يا جماعه، مش عارفه مين فيكم بيحب الفسيخ ولا لا، انا من النوع اللي بتعشق الفسيخ على فكره، يعني مش عارفه انتوا زيي ولا لا. هنا بقى قلت اعمل كده كوبايه شاي متينه، لان جوزي في الوقت ده اصلا كان نزل، فقلت خلاص اعمل انا كوبايه شاي، والولاد طبعا ايه مش بيحبوا الشاي يعني ما بيشربوهوش. مع اني انا على فكره انا من عشاق القهوه مش الشاي، بس زي ما بقول لكم في اكلات معينه ما ينفعش غير شاي بعدها. المهم بقى ما تنسوش بجد بجد دعمكم ليا ولايكاتكم ليا. وكمان الفيديو اللي فات كان انا مبسوطه قوي من الكومنتات ومن ان احنا رجعنا تاني نتواصل ونتكلم، بجد كنت مفتقداكم ما تتخيلوش ازاي. فمبسوطه قوي. بس في حاجه مزعلاني ان في ناس كانت من ضمن حبايبي اللي دايما بيعلقوا لي مش موجودين. انا عارفه ان ممكن يكون غصب عنكم، لاني معروفه يا جماعه في اليوتيوب، الناس اللي عارفه اليوتيوب لما في حد بيتاخر عن تنزيل الفيديوهات في القناه بتاعته طبعا القناه بتقع. ومش اليوتيوب لما الحد ده بينزل فيديو ما بيبعتش اي اشعار لاي حد خالص من المشتركين ان هو هينزل فيديو، وانا واثقه ان 3/4 اللي عندي مش بيبعت لهم يعني اشعار. فعشان كده انا بتمنى ان انتوا ترفعوا لي الفيديو باللايكات، عشان اللايك اكيد بتفرق، واللايك هتخلي الفيديو يتشاف اكتر الناس تبتدي تشوفه على اليوتيوب وتعرف ان انا نزلت فيديو والفيديو يترفع. فانا واثقه فيكم وفي دعمكم ليا وفي حبكم ليا،
انا واثقه فيكم، بس كده مش هقول اكتر من اني واثقه فيكم، واثقه ان انتوا هتدعموني باللايك، هتشيروا الفيديو، يعني بتمنى كمان تشيروه عندكم لو فيسبوك بقى، واتس وكده، يعني بصوا يعني ظبطوا الدنيا. هنا بقى ايه، زي ما قلت لكم الفيديوهات بتاعتي دي انا كنت مصوراها من فتره، ويعني لظروف ما ونفسيا وكده ما كنتش بنزل حاجه. فبدايه من هنا الفيديو ده كان متصور من فتره كبيره جدا. اما وجبه الفطار دي انا عملتها معاكم، فانا بحب اعمل معاكم حاجه جديده كده، وجبه الفطار عشان بتشجعنا وبتحمسنا. لكن من البدايه دي لا، ده كان من قبل كده تمام. دي كانت فيديوهات عندي على الموبايل، كنت روتينات مصورها لكم، ما كنتش يعني الظروف ما كانتش سامحه ان انا اعرف انزلها لكم يعني. بصوا بقى هنا كنت بعمل ايه. هنا كان عندي لفه قمر الدين، طلعتها كده وقلت اعملها. انا بعشق جدا قمر الدين والمكسرات والحاجات دي، وبنحب نشتريها في رمضان جدا على فكره. فقمر الدين عشان بسهل على نفسي ان هو يدوب، بحب ان انا اقطعه. طبعا المقص ده حاجه خاصه بالمطبخ، يعني بفتح بيه السندوتشات، اقطع بيه الحاجات اللي زي كده. طبعا البناويت الجداد قمر الدين لو انتوا عايزينه يدوب بسرعه، قطعوه قطع كده، ما تسيبوهاش يعني حته واحده، وانزلوا بميه سخنه، اوعوا تنزلوا بميه ساقعه عليه، الميه السخنه هتدوبه اكتر. في بقى تريكات كده انا بعملها، يمكن يكون معظمكم عارفها بس في ناس اكيد مش عارفاها، فتابعوها معايا. اول تريكايه ان احنا بحط فيه زبيب وهو بيستوي، يعني مش بس بزين بيه الطبق بعد ما يخلص، لا، بحب اعمل مهلبيه قمر الدين احط فيها زبيب. بيعمل ايه يا نيمو؟ بيدي طعم حلو، بصوا بيدي طعم حلو مميز وجميل، ويبقى اللي بياكله مش عارف ايه الحلاوه دي، يعني انت حاطه فيه ايه. دي اول تركايه. بعدين ببتدي ان انا ادوبه كده. بحط فيه ايه تاني بقى؟ بحط فيه كوبايه عصير برتقان. ناس كتير يعني تقولي ليه عصير برتقان وبتاع، لا انا بحب احط فيه كوبايه عصير برتقان. بصوا مبدئيا عشان الناس الصغنطاطين اللي عايزين يعملوه، او العروسه لو عروسه جديده يعني داخله المطبخ، هي اللفه بتاخد تقريبا لتر او لتر وربع ميه. فانا بشيل منهم كوبايه بخليها عصير برتقان، يعني اقلل كوبايه شويه، واخلي بدل كوبايه الميه دي تبقى عصير برتقان. بيعمل ايه؟ بيعزز الطعم قوي وبيدي طعم تحفه، وطبعا قيمه غذائيه، ده فيتامين سي. وبصوا بيديله ميزه كده، بيخليه مميز. دايما كده اتعودي في اكلك، خلي اكلك حلو كده، عشان ايه؟ متغذي كده عشان يطلع طعمه حلو. هنا كنت بشاور لكم على الهاند بلندر، ان انا بعد ما خلصت وحطيت البرتقان والزبيب، نزلت ضربته كله بالهاند بلندر. هو كان داب بس كان بيبقى فيه طبعا شويه بواقي كده، فانا بحب ايه، اضربه بالهاند بلندر، بيسهل عليا كتير. ما عندكيش ممكن بس يبرد سيكه، وبالخلاط برضو يبقى شغال. بعد كده نزلت بالسكر دوبته، وهنا بقى جبت كوبايه ميه، وابتديت ان انا احط فيها كده يعني 4 معالق ممسوحين من النشا، وقلبتها. حبايبي دي تركايه برضو. كل كلامي ده يا جماعه انا عارفه ان في ناس شيفات في المطبخ، وان الكلام ده كلام تافه بالنسبه لكم، بس انا عشان لو حد قد بنتي داخل المطبخ جديد، او لو عروسه جديده، يعني اكيد بتغفل عن الحاجات دي. اما تيجي تعملي اي حاجه بنشا، دوبيها الاول في ميه بارده من الحنفيه يعني عاديه، واوعي تنزلي بالنشا في حاجه سخنه، لانه هيتكتل وهيعمل تكتلات ومش هيدوب معاكي ابدا. هنا بقى حبيت قبل ما انزل بالنشا، نزلت بكام نقطه من الفانيليا. دي فانيليا سايله، انا بجيبها من عند العطار، بيبقى طعمها حلو قوي، وبيبقوا النقطتين 3 منها دول ب10 اكياس من الفانيليا التانية البودر، فبحبها جدا، بتبقى عندي في التلاجة بقى لاي حاجه، كيكات اي حاجه. نزلت كمان بايه بعد الفانيليا، برضو من ضمن التركات بتاعتي، بجوز الهند. بحب انزل جدا بجوز الهند، تستوي معاها، تستوي مع المهلبيه، تستوي مع الرز بلبن، بيديها طعم حلو قوي. واخر حاجه خالص بحطها هي الكوبايه بتاعت الميه بنشا اللي انا عاملاها، واستنى بس النشا يربط، يعني المهلبيه تربط كده، يبقى قوامها حلو وخلاص. هنا كنت بوريكم المراحل بتاعتها، ان هي ابتدت ان هي تتخن. وبشاور لكم بقى اي حاجه انت حاطه فيها نشا وعايزه تعرفي النشا استوى ولا لا، تشوفيه بيعمل اللي هي الفقافيع دي، يعني شايفين؟ زي مثلا تركايه تانية، لما نكون بنعمل بشاميل وعايزين نضمن ان الدقيق استوى، بنعمل ايه؟ بنستنى لما نشوف البشاميل عمل نفس الفقافيع دي كده، يبقى الحاجات بتاعتنا البودر زي النشا او الدقيق استوت. هنا بقى خلاص كنت بوريكم القوام حلو، ولا هو تخين قوي ولا هو خفيف، وابتديت بقى ان انا اسيبها تهدى سيكه واعبيها في البولات. بصوا يا بنات، لما تكونوا هتعملوا الحاجات اللي هي زي طبعا الجيلي والمهلبيه بانواعها، سواء كانت قمر الدين او اي مهلبيه، او الرز بلبن،
تستنوا بس يبرد دقايق وبعدين تعبوه. اوعوا تستنوا يبرد خالص، لانه طبعا انتوا الحاجات دي انتوا حاطين فيها نشا، فهي خلاص لو بردت خالص هتتكتل في الحله ومش هتعرفوا تعبوها اصلا. فخدوا بالكم من التركايه دي. بس كده عملت احلى مهلبيه قمر الدين، بنحبها جدا وطعمها بيبقى حلو قوي، وحاجه ساقعه كده الاولاد ياكلوها. وانا بسيبها بقى تبرد خالص، وبعدين ببقى احط بقى ايه على وشها بقى ايه الزبيب، الجوز الهند، لو في مكسرات، الكلام ده كله. مع اني انا عندي، بصوا نيمو يا جماعه ليها كده شويه حاجات، مش عارفه مين زيي، يعني اللي زيي يكتب لي في الكومنتات. اول حاجه انا بحب اكل قمر الدين، وانا باجي اعمله باكل كام حته كده ببقي وهو لسه ما اتعملش اصلا، فبحبه جدا. تاني حاجة أنا بحب أكل مهلبية قمر الدين سادة من غير مكسرات على وشها خالص خالص، يعني ده طبعي. يبقى أحط للولاد، بسيبه يبرد أحط للولاد، واركن أنا ليا طبقين ولا حاجة على جنب سادة. فمش عارفة بقى اللي زي كده وبياكلوا وهو لسه ما اتعملش والكلام ده كله يكتب لي في الكومنتات. وطبعا قمر الدين لو احنا ما حطينالوش نشا، مجرد نخلي قوامه خفيف ويدوب والكلام ده كله ونعبيه، بيبقى اللي هو عصير قمر الدين. فممكن يتعمل مهلبيه وممكن عصير، بس انا بحبه مهلبيه، يعني عارفين بتبقى حلوه كده وحاجه ساعه الولاد بياكلوها. خلصته في اليوم ده، كنت بقى بصوا ناويه لغرفه الاطفال دي نيه بقى تمام، قلت انت لازم تتنضفي كده تنظيفه محترمه. المهم بقى بدأت كده بالحيطان، جبت الموب القمر ودي موب الخلود الاصلي. عايزه اقول لكم هنزل لكم بيها بريفيو تزوروه قريب، لاني اكيد اي حد عايز يشتريها، خصوصا هي سعرها مش قليل يعني، بيبقى عايز يسمع عنها ريفيو. انا جايباها من فتره كبيره جدا، وزي ما انتم متعودين معايا انا لما بجيب حاجه بفتحها واركن المقطع ده عندي خالص لحد ما اجربها مره واتنين وعشرة وعشرين، وبعدين اقول عنها الريفيو عشان يبقى ريفيو كامل. لان كتير مننا قبل ما بيجي يشتري الحاجه بقى محتاج فعلا الريفيوهات دي، والريفيوهات تكون صادقه عشان يعرف يشتريها ولا لا، بدل ما يرمي الفلوس في الارض. فهقول لكم رايي فيها بكل صراحه، فانتظروا الفيديو ده. المهم يعني ان هنا بقى قلت كده ايه انضف الحيطان. كمان عايزه اقول لكم ان احنا ما تفهموش في ايه، معظمنا اكيد كلكم زيي يعني خارجين كده عايزين نقعد، يعني لو ساكتين احنا ولا عايزين ننظف ولا نعمل، وفي خمول وكسل. انا بقول يمكن ده لان احنا اولا خارجين من امتحانات مع الولاد واتطحنا معاهم طبعا، ودي يعني حاجه بتخلينا بقى عايزين نريح شويه. تاني حاجة ان احنا الصيف والحر طبيعي، الحر بيجيب كسل وخمول. فاحسن حاجة بجد صدقوني امشوها بصفة دورية كده، انكم كل يوم تعملوا حاجة. يعني مثلا يوم خدنا غرفة الاطفال ننضفها تنظيفة من الاعماق، بجانب الحاجات اليومية اللي احنا ما ينفعش ما نعملهاش كل يوم. زي ايه؟ نلمع الكام ترابيزة اللي في الريسبشن، نروق السرير مثلا بتاع غرفة النوم والسراير بتاعتنا. يعني لو غرفة الاطفال لو مش هتعمليها تقولي للاولاد يروقوها او انت تروقيها. مثلا بنعمل الاكل في المطبخ، فاحنا عندنا حاجات تانية. فكل يوم تاخدي حاجة تنظيفة من الاعماق بجانب الحاجات التانية اللي احنا بنعملها. صدقوني هتلاقوا بعد كده، يعني يوم خدنا غرفة الاطفال، يوم خدنا غرفة النوم، يوم خدنا الريسبشن تنظيفة عميقة، هتلاقوا دايما بيتكم بصفة مستمرة متنظف تنظيف حلو وبيلمع وزي الفل. فالطريقه دي مش متعبه. انا بصراحه بشوف ناس بيمسكوا البيت من يعني اليوم كله ينظفوا، لا انا مش هقدر اعمل كده لكذا سبب. اولا لما بعمل كده انا مش هدي كل غرفه حقها في النظافه، لاني اكيد هاجي في غرفه من الغرف خلاص بقى اللي هو لا انا تعبت ومش قادره وهكروتها. تاني حاجه ليه اجي على صحتي يعني؟ لا. الطريقه دي اللي انا بقولها بتخلي على طول البيت نظيف وحلو وانتي بتبقي برضو ايه مرتاحه شويه. فكده انا خلاص خلصت الحيطان، كنت الميه حاطه فيها كلوريكس الوان وحبه صغننين قوي عشان بس احافظ على لون الدهانات، وبعد كده بغير الميه واملاها بميه تانية نضيفه بقى ما فيهاش حاجه، وامسح بيها الحيطان تاني عشان انزل اللي هي الميه بكلوريكس اللي كنت عامله بيها. وعايزه اقول لكم طبعا تنظيف الحيطان خد وقت اكتر من كده، انا بس بصور لكم مقاطع صغيره من التنظيف، وبعدها بصراحه كنت بطفي الكاميرا واقعد بقى ايه عشان انضف براحتي كده من الاعماق. كمان الارفف دي اللي كنت عاملاها معاكم حوالين التلفزيون قلت بقى انضفها وارجع تاني الحاجات اللي عليها. وعايزه اقول لكم الحاجات اللي عليها دي الولاد هم اللي حاطينها، صدقوني انا لو عليا عايزه اخلي الدنيا فاضيه يعني. بس بقول غرفتهم وهم حرين فيها. بس دي كمان نضفت بالفوطه بتاعت جرين واي، تحفه يا جماعه فوطه التراب دي، يعني خرافيه. حاجه جرين واي كلها تحفه بجد بجد. وخلاص قلت بقى ايه افرش السراير. بصوا كمان لما تيجوا تنضفوا انا دايما بقولها لكم خدوا الغرفه من فوق لتحت. يعني الاول زعفوا السقف، انا زعفته بصراحه بس مش معاكم عشان اعرف اتحكم. وبعدين بنبتدي بقى ايه ناخد التراب اللي هو على الحيطان، سواء ايا كان هتنفضي الحيطان او هتعمليها بالطريقه دي، بس الطريقه بتاعت ان احنا نعملها بالموب بسرعه كده بتسهل كتير.
وبعدين تلميع السراير بقى والدولاب والكلام ده كله. طبعا الحاجات دي كلها اتعملت، بس بصراحه انا خليت بنتي عملتها، قلت لها تعالي حبيبي ساعديني، اديتها الفوطه، هي راحت ملمعه برضو الدولاب والسراير والكلام ده كله، وانا لمعت بس الارفف. يعني بنساعد بعض. دايما شغلوا الولاد معاكم، ادوهم مثلا يلمعوا حاجه، يلمعوا ترابيزات، الكلام ده كله. واخر حاجه بقى بفرش السراير وبعدين الارض، ما بحبش اعمل ارض وبعدين السراير. بس كده كده بتلاقوا ان انتم مشيتوا بنظافه بطريقه مرتبه. ما ينفعش تعملوا حاجه وترجعوا تعملوا اللي بعدها، تقوم اللي بعدها مبهدله الاولانيه. انتوا فاهميني؟ اكيد فاهميني يعني. فصدقوني هتلاقوا الدنيا حلوه، خلصت معاكم بسرعه والدنيا نظيفه ومفيش اي حاجه. كده خلاص بقى خلصت الكومود وفرشت المفرش الفرو ده. وهنا كنت فرشت الملايات القمر دي، كنت شاريها معاكم على فكره من الوكاله. حلوه قوي، بحب لونها جدا. واخر حاجه الارضيه، حطيت فيها شويه كلور. بصوا انا بحب امسح بكلور، بحب امسح بفنيك. يمكن فنيك دي تستغربوها شويه، بس انا بحب كده. انا كده بحس بريحه النظافه، كلور، فنيك، الحاجات دي كلها. موضوع معطر الارضيات ده ما بيجيبش معايا، لا، ما مش بحس بريحه النظافه. المعطر انا بحب اعطر المفروشات، ابخر الكلام ده كله، لكن ان انا احط في الارض لا، ما بحسش ان انا مسحت. وبس كده. اخر حاجه بقى فرشتها المشايات. المشايات دي على فكره اللي انا هفرشها كنت جايباها من العيد للولاد. غيرت المشايه اللي انتوا كنتوا عارفينها في غرفه الاطفال، حسيتها كانت مغمقه الغرفه، قلت اخليها غيار، وجبت لهم المشايات دي حلوه كده وفاتحه ومنوره الغرفه بصراحه. وخلاص كده الدنيا نطفت وبقت زي الفل. فيا رب يا رب يكون الفيديو بتاعي النهارده شجعكم وحمسكم. قومي كده واعملي زي ما انا بعمل كل يوم حاجه. ومستنيه بقى لايكاتكم وكومنتاتكم، وانكم تشيروا الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.